السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ربنا يا رب يجعله شهر خير وسعادة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها. تعالوا بينا بقى نعلق كده زينة رمضان ونملى البهجة كده بجمال وزينة هذا الشهر الكريم. زي ما انتم شايفين كده معايا بقى كده فروع النور، ومعايا ايه الفانوس، وكمان الهلال والنجمة والفوانيس ديت علقتها بالطريقة اللي انتم شايفينها ديت. طبعا ما كانش هينفع ان انا اصور معاكم وانا بعلقها، لان طبعا كنت بقف على الكراسي فما كانش هينفع خالص. شايفين ده بقى الفانوس ده كمان ما شاء الله نوره عامل ازاي، وفرع النور ده برضو هعلقه كده على البرواز اللي على الحيطة. انا حبيت كل فيشة كده احط جنبها فرع النور علشان خاطر تبقى قريبة من الفيشة كده. فحطيت الصغير ده كده على البرواز زي ما انتم شايفين، والكبير ده علقته على الستارة بتاعة الصالة زي ما انتم شايفين كده. والفانوس ده بصراحة حطيته كده على حبل وعلقته في المروحة، حطيته كده على المروحة عشان برضو يبقى جنب الفيش. كمان كان عندنا رمضتين من اللي هما بيلفوا بيعملوا اضاءة حلوة كده على الجدران وعلى الارض. طبعا كل الزينة ديت بتاعت السنة اللي فاتت، ما اشتريناش حاجة خالص، الزينة دي كلها بتاعت السنة اللي فاتت. فشلت اللمضة كده اللي كانت فوق الباب وحطيتها مكانها، وبقى الشكل خرافة زي ما انتم شايفين كده. بصراحة ادت للصالة اضاءة حلوة كده ومنظر جميل ما شاء الله. بقى نشوف رأي يا الاستاذ عمر. عمورة، انت هتصوم بكرة ومش هتاكل حاجة خالص؟ ماشي؟ ولا هتشرب مي؟ دي لا بيشرب ولا بياكل وما بيعملش حاجة، ما بياكلش ولا بيشرب حاجة خالص. ماما سيوم يا ماما. حلوة الأول الزينة ولا لا؟ انا عاوزة اشيلهم. عاوز تشيلهم؟ هنشيلهم نودهم فين؟ في الدولاب، كلهم في الدولاب. هنشيلهم نحطهم في الدولاب ليه؟ اما رمضان بيخلص بنشيلهم نحطهم في الدولاب، لكن هنحطهم في الدولاب ونفتح النور. وهنفتح النور؟ ما هو النور عادي بيتفتح، ما انت بتشيل الفيش دي كلها وما بيبقاش حاجة منورة خالص. سيبوه. هسيبهم؟ اه. هتسمع كلامي ولا مش هتسمع كلامي؟ اسمع كلام. نعم. انا عاوز اشوف. تشوف ايه؟ اصوم. تصوم؟ علقت لهم بقى الزينه كده زي ما انتم شايفين، لان ابو عمر كل يوم يجي يقول لي هعلقها وكل يوم بيجي متاخر من الشغل وما بيعلقهاش. فقلت بقى اشجع انا واقوم اعملها، وعملتها بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، وبصراحه كانت جميله. ابو عمر بقى وهو جاي جاب لنا قشطوطه. بصراحه القشطوطه دي كنا اول مره نجربها، كانت عامله ضجه بقى على النت اليومين اللي فاتوا دول، فقلنا بقى نجيبها كده ونجربها ونشوف طعمها عامل ازاي. بس بصراحه طعمها حلو قوي، بس الكراميل اجمل بكتير بكتير من المانجا، على الرغم ان هي ارخص من المانجا، بس الكراميل تحفه. انا لو جيت اجرب تاني او لو جيت اجيبها تاني مش هجيب المانجا خالص. المانجا ما كانتش فريش، كانت مانجا متفرزه، وكانت طعمها فيها لسعه كده بصراحه، ما كانتش مسكره، فكانت عاطيه للقشطوطه طعم مش حلو خالص. لكن الكيكه اللي كانت تحت كان طعمها حلو، بس الكراميل كانت ممتازه ممتازه ممتازه، كان طعمها حلو قوي. حتى لو لاحظتوا هتلاقي المانجا اللي فوق القشطوطه كده باين عليها ان هي متفرزه مش فريش خالص، هي باين عليها لانها مش متقطعه مكعبات، متقطعه زي خرط كده، فما كانتش حلوه خالص. لكن القشطوطه من تحت كان طعمها حلو. بس بصراحه الكراميل كانت تحفه، اتاكلت في دقيقتين. وطبعا الاكله الحلوه ديت لازم جنبها كده بيبسي. وطبعا كانت عاجبه عمر جدا، شايفين قاعد يقول لي جميله جميله يا ماما. بس ان شاء الله احنا لما نيجي نروح نجيب تاني ما عدناش هنجيب المانجا دي خالص، بما انها ما عجبتناش كده. شايفين الكراميل ما كملتش دقيقتين وكانت متاكله من جمالها وحلاوتها. بصراحه كان طعمها حلو قوي، كانت متسقيه لبن اكتر من المانجا، وكان طعمها حلو جدا جدا بصراحه. فان شاء الله نجرب بقيه الاشطوطه بقى اللي هناك، لان طبعا في حوالي لسه 4 انواع او 5 انواع كمان. قلت بقى كده بما اني هخش اعمل اول سحور، فقلت بقى اصوره معاكم كده واشجعكم. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يا رب يعيد علينا رمضان اعوامه عديده وازمنه مديده يا رب العالمين، ويعيننا ويعينكم يا رب على الصيام والقيام، اللهم امين. انا حبيت اعمل سحور خفيف كده، ما حبيتش بقى ان انا
اعمل حاجات تقيله، لان طبعا السحور ده لازم يكون حاجه خفيفه كده عشان ما تطلعش كده على صدرك او تعمل لك حموضه او تبقى حاجه تقيله كده تتعبك في الصيام. كمان نحاول نبعد بقى عن الحاجات الحادقه كده عشان برضو ما نعطش واحنا صايمين. الجبنه دي كنت اول مره اجربها، جبنه فيتا بطعم الرومي، بس بصراحه طعمها حلو جدا جدا، بصراحه طعمها جميل احسن من الساده. تحس كده ان انت بتاكلي حاجه ميكس كده رومي على جبنه، بصراحه حلوه قوي. فحطيت منها كده في الطبق، ما حبيتش ان انا اخرج العلبه كده كلها وانا في الاخر اصلا بقوم واخده العلبه دي كلها مفضيه في علبه تلاجة كده، لان لما بسيبها في العلبه الكرتون كده في التلاجة بتنشف، فانا بحب افضيها كده في علبه من بتاعه التلاجة. كمان جبت كده معلقتين مرته كده من البلد الجميله ديت، او في ناس بتقول عليها العجوزه، فضيت منها معلقتين كده. والمربى الجميله، المربى دي انا اللي عاملاها، مربى فراوله تحفه بصراحه. انا في موسم الفراوله ما بشتريش مربى من بره خالص، بفضل اعمل كده طول موسم الفراوله مربى في البيت، بتبقى جميله قوي في البيت. حتى لو مفيش اكل كده بتعملي منها سندوتش كده على السريع وبتبقى حلوه قوي. وكمان حطيت عسل ابيض كده وعسل اسود. وبصراحه طبق الفول ده كان عندي في التلاجة، كنت عاملاه كده بالطحينه والخل والليمون، فطلعته كده زي ما انتوا شايفين وسخنته في الميكروويف. كمان قطعت كده شرايح من الطماطم والخيار كده زي ما انتوا شايفين، وفضيت الشيبس كده في الطبق. بصراحه انا محبتش ان انا اجيب لانشون، انا بقالي فتره كده مقروفه من اللانشون من يوم ما اللحمه غلت، وحسيت ان بدا يخف كده اللحمه فيه، حسيت ان بداوا يزودوا مواد كده ما عادش ليها اي طعم خالص، واللانشون اساسا ما عادش طعمه حلو. فحبيت ان انا استبعده كده ونجيب مكانه بيض، حلاوه، حاجات من دي احسن بصراحه. فجبت بيضتين كده، حطيت عليهم شويه ملح وشويه فلفل اسود ومعلقه سمنه بلدي كده. طبعا البيض بالسمنه البلدي ده حكايه، احلى من اجمل لانشون في الدنيا بصراحه. اللانشون ده ما عدتش ادخله البيت اصلا، ما عادش حاجه حلوه خالص، وما عدتش برشحه خالص ان هو يتاكل في الوقت اللي احنا فيه ده، لان اللحوم اساسا والحاجات ديت كنت بستبعد اللحوم المستورده واللانشون والحاجات ديت، لان ما عادش ليها اي امان خالص في الزمن اللي احنا فيه ده. ما كانتش الحاجه بلدي كده من عند الجزار الواحد عادي يخاف ياكلها. زي ما انتم شايفين كده بحب ان انا اضرب البيض كده بالشوكه لحد ما يبقى اصفر كده، ما يبقاش فيه اي بياض خالص، لان بيبقى يدي طعم حلو كده. انا بحب اعمل البيض بالطريقه دي، وبقوم فرده كده، وبحب اعمله قرص، ما بحبش ان انا افركه كده بالمعلقه، بحب ان انا اعمله قرص كده زي ما انتم شايفين. وبرده ما بحبش ان انا انشفه قوي، بحب ان انا اسيبه نص سوا كده عشان يبقى ليه طعم. اما بينشف كده او بيحمر ما بيبقاش حلو. وكده السحور بتاعنا جهز، سحرنا. انتظروا ان شاء الله الفيديو الجاي بقى هيكون فطار اول يوم رمضان. وكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص، استنوني في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.